السلام عليكم متابعين مصر زمان. قصر الأميرة فوجية يعد أحد أبرز الجسور التاريخية العظيمة في مصر، الذي يحمل بين جدرانه عبق التاريخ، والذي تم بناؤه منذ عشرات السنين، وافتتحه الملك فاروق في 10 فبراير سنة 1947 بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد كامل. يعتبر قصر الأميرة فوجية هو المقر القديم لمجلس الدولة، والذي تم بناؤه في الأساس خصيصا إلى الأميرة فوجية. الأميرة فوجية ولدت في قصر الزعفران بالقاهرة في 6 أكتوبر سنة 1897، وهي الثانية من أبناء الأميرة شوكار الزوجة الأولى للملك فؤاد الأول، بعد ابنهما الأول الأمير إسماعيل، والذي توفى قبل أن يتم سنة من عمره. وهي كذلك الأخت الغير شقيقة للملك فاروق وأخواته الأميرات فوزية وفايزة وفايقة وفتحية. تزوجت من محمود فخري باشا وأنجبت منه ولد واحد هو أحمد، وكان قصرهما مطل على النيل في منطقة الدقي، وقد تحول حاليا إلى مبنى ملحق بمجلس الدولة. باعت الأميرة فوجية قصرها في الدقي لأختها الأميرة فايقة لتعيش هي وزوجها فؤاد أحمد صادق بعد عودتهما من أمريكا سنة 1950. ثم غادرت الأميرة فوجية مصر لتعيش في سويسرا، وعاشت هناك في عزلة تامة في أحد فنادق سويسرا إلى أن توفت سنة 1974، وقد سمح الرئيس الراحل أنور السادات بأن تدفن في مصر. رحم الله الأميرة فوجية.